بشوف خيرتها معاكم يا عشرينات انتوا. بقلق انا من السن ده قوي. كنت بحب واحد كان معايا في ايام ابتدائي، يعني انتوا نفس السن، هو كمان 20 سنه، وقال لي في ثالثه ثانوي ان هو بيحبني. ما كنتش انا من البنات اللي بتكلم شباب، والحاجات دي ممنوعه في عيلتنا، وممنوع تحبي غير جوزك. عملت دراستي وسبت كل حاجه عشانه، وكنا بنتخانق ونرجع ونتخانق ونرجع لحد ما خلصت الثانويه وما جبتش مجموع ودخلت معهد. ادي اخره الحب وقله الادب. المهم جت بنت خالتي عرفت ان انا بكلمه، بنت خالتي واختي في الرضاعه، هي كاتبه كده، خدت رقمه من عندي وقالت لي هشوفه بيكلم بنات ولا لا، ويعني نعرف اذا كان بيخونك ولا بيخونك، لانه كده كده بيخونك. معلش بس في السؤال ثانيه واحده، ليه بتعملوا حوارات؟ يعني كونك شاكه او كونك حاسه، عندك اوبشن من الاتنين، يا تتغاضي عن ده وتكملي لو انت عايزه، يا تسيبيه. ليه تدخلي نفسك في حوارات وحد يخش يختبره وانت تتوجعي وتتألمي؟ يعني ما كانت بتبعت لي سكرينات للشات بتاعهم، رحت اتخانقت معاه وعملت له بلوك، وقلت لها هي كمان تعمل له بلوك. بعد فتره لقيتها متغيره ودايما ماسكه الفون ومش بتخليني امسك. رحت في مره قلت لها اديني التليفون عشان عايزه اعمل مكالمه، لقيتها مسجله رقم. توقعت، ولما واجهتها قالت لي ان هي فعلا بتحبه وهو بيحبها، بس حصل بينهم مشاكل، راحوا رجعوا اصحاب تاني. هي دي اختك في الرضاعه؟ انتوا كنتوا بترضعوا ايه على بعض؟ ما صانتش شفطه اللبن. المهم ان هم رجعوا بقوا اصحاب تاني عشان هم اتخانقوا بيتكلموا ان هم اصحاب. رحت انا قلت لها انت ليه عملتي فيا كده؟ ده انت اقرب حد ليا. قالت لي خلاص انت اهم، وعملت له بلوك. جه هو من كام يوم داخل يعتذر لك على ايه؟ ويقول لي ان انا لسه بحبك وعايزك وشريكي وهاجي اخطبك، بس انا قدامي سنتين. انا وصلت لمرحله ان انا مبقتش عايزه ارد. انت متخيله؟ هو ده بيبقى الكومنت بتاعي اللي هو حبيب قلب ماما، انت مش قدامك جيش، بس انت محتاج بس نقلع الكادلز الاول، وبعد كده نفكر في الجيش وفي الجواز وفي المستقبل والكلام ده كله. خلاص الجيش وابني بيت، يعني ابني بيت واجي اقدر اتقدم لك. قلت له انا مش عاوزه غير قرايه فاتحه. عاجبني بصراحه ان انت يعني متماشيه معاه. قلت له انا عايزه بس قرايه فاتحه على اساس اضمنك بيها. يعني لا بس انا ممكن اكلم مامتك واقول لها اني بحبك واني عاوزك، بس قدامي سنتين، بس مش هعرف اكلم اهلي في حاجه. انا قلت له لا، من باباك يجي يكلم اهلي وانا ما عنديش ثقه فيه، وفي نفس الوقت بنت خالتي اعمل فيها ايه وخايفه على مشاعرها. انا اول الفيديو قلت ان انا بخاف من السن ده. المفروض ان ربنا بيبقى مدينا شويه نضج شويه عن الشباب. يعني لو انت انت 20 وهو 20، بتبقى انت في دماغك 25. انت فاهمه قصدي؟ بتبقي انضج منه. فايه ده بقى؟ ايه ده؟ خليتي بنت خالتك تختبره، وبعد ما اختبرته طلع خاين، وفضلوا يحبوا بعض شويه، وبعد كده بقوا صحاب، وهو رجع يقول لك انا هجيلك وانت عايزه قرايه فاتحه. انت محتاجه ياما تفتحي كتاب باللغه العربيه وبنتعلم من اول وجديد. بالنسبه لبنت خالتك تعملي فيها ايه وفي مشاعرها؟ يعني هي خاينه وحضرتك هبله، مفيش اي ملامه عليكم انتوا الاتنين. ما توصلي للثلاثينات مش هتأمني واحده على خطيبك ولا حبيبك، ولا حتى لو كانت قريبتك وراضعه عليكي، مش هيحصل. ده تفكك منه خالص، وصفحه ولا كأنها جت في حياتنا، ما حصلتش. ركزي في حياتك وفي مستقبلك. السن ده لعوب جدا.